تصدرت الفنانة ياسمين صبري ترند محرك البحث جوجل على مدار الساعات الماضية بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام. وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة أثناء تواجدها بالطائرة في إحدى الرحلات وأمامها صحيفة ديلي ميل البريطانية. كما أثارت إكسسوارات ياسمين صبري تساؤلات المتابعين لوجود خاتم في يدها اليسرى يبدو مثل خاتم الزواج السابق، ما جعل البعض يردد عدة تساؤلات حول عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وكتبت إحدى المتابعات: خاتم أبو هشيمة. وعلقت أخرى: طيارة أبو هشيمة. كما لاقت الصورة إعجاب المشاهير أيضا، إذ علقت المطربة الإماراتية أحلام: انتي شو هذا جمالك، تستحق الفرح يا أجمل قلب. وعلقت الفنانة هدى المفتي بإيموشن قلوب. يذكر أن شائعات كثيرة ترددت مؤخرا عن عودة ياسمين صبري لطليقها لعدة أسباب، منها عودة متابعتهما البعض عبر انستجرام، وعندما حضر الثنائي حفل للنجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر نهاية 2022، وأخيرا بسبب عودة ارتدائها الخاتم. وتزوج الثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري في أبريل عام 2020 في أجواء عائلية غاب عنها حينها والد العروس بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، وانفصلا في هدوء تام بعيدا عن الإعلان الرسمي للانفصال في مايو 2022. ونشرت النجمة ياسمين صبري مجموعة من صورها في طائرة خاصة استقلتها للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز جوي أواردز، ولكن لفت أنظار الجمهور في هذه الصور هو ظهورها بخاتم زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وتعود صناعة الخاتم إلى إحدى دور صناعة المجوهرات الشهيرة والتي يملكها اللبناني إبراهيم نصور، وقد صنع بتصميم خاص بعيار 5 و8 قراريط ويقدر ب200,000 دولار، أي ما يتجاوز 6 مليون جنيه مصري. وظهرت ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة أثناء انتظارهما للعشاء بأحد المطاعم في القاهرة. ويشار إلى أن ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل فرصة تانية، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب إدوار، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي.